هاي، كالعاده انا جاي اصدمك، والصدمه بتاعت النهارده ان انت بتغسل سنانك غلط، عشان كده هي بتسوس. هو غسيل الاسنان غلط ممكن يخليها تسوس؟ عزيزي، ده واحد من احد اهم الاسباب اللي بيخلي سنانك تسوس. في الاول كده عشان ما نتوهش، احنا هنقسم الفيديو ده 3 اجزاء. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن الفرش، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن المعجون، والجزء الثالث بقى والمهم اوريك ازاي بتغسل سنانك. اول حاجه الفرش، كذا معلومه كده يمكن تكون غايبه عند ناس كتير. 1. لما تيجي تختار الفرشه اللي انت هتغسل بيها اسنانك، حاول تختار الفرشه اللي الراس بتاعتها صغيره مش كبيره. ناس كتير فاكره ان كل ما اختار فرشه الاسنان اللي حجمها كبير من فوق ده هيخليها تاخد مساحه اكبر من الاسنان فهتغسل احسن، بس الحقيقه انه العكس. الانسان بيقدر يتحكم في الفرشه اللي حجمها من فوق صغير مش كبير. 2. اختار الفرشه اللي الشعيرات بتاعتها بسوى واحد، مش الفرشه اللي الشعيرات بتاعتها شويه طالعين وشويه نازلين. اللي الشعيرات بتاعتها مش متساويه بتحتوي على شعيرات نصها بيبقى ناعم ونصها بيبقى خشن ونصها بيبقى وسط، فده بيشكل خطر على الاسنان اصلا. الفرشه اللي الشعيرات بتاعتها في سوى واحد بتغسل كل اسطح الاسنان تقريبا بنفس المقدار، وكمان ما فيهاش شعيرات مختلفه ممكن تجرح او تاذي سطح الاسنان. 3. اختار الفرشه اللي الشعيرات بتاعتها ناعمه او متوسطه، وابعد تماما عن الفرشه اللي الشعيرات بتاعتها خشنه او بالمنظر ده. 4. وانت بتشتري الفرشه بص على الظهر بتاعها المقابل للشعيرات، لازم يكون فيه جزء مطاطي كده علشان يحافظ على اللثه وانت بتغسل سنانك. بالنسبه بقى للمعجون، فاحنا عملنا فيديو كامل بنتكلم فيه عن انواع المعجون ومين اللي له تاثير تبييض ومين المسؤول عن التسوس وكل الحاجات اللي خاصه بالمعجون. انت طبعا ما شفتش الفيديو ده عشان مش عامل لي فولو، صح؟ لكن الحاجه المختلفه اللي هنقولها النهارده عن المعجون هو كميه المعجون اللي احنا بنستخدمه على الفرشه. طبعا كل الناس لما تيجي تغسل سنانها بتحط المعجون بالشكل ده على اعتقاد يعني ان هي كده هتغسل احسن. الصدمه بقى يا فندم ان كميه المعجون لازم تبقى كده. الحاجه كل ما بتكبر عن حجمها الطبيعي بتتقلب ضدها. زي مثلا لما باجي استخدم شويه اريال المفروض ان انا اغسل بيهم هدوم في الغساله، لو انا حطيت كميه اكبر ده ممكن يبوظ الهدوم ويبوظ الغساله. نفس الكلام مع معجون الاسنان، دي كميه طبيعيه اللي المفروض تستخدم فوق الفرشه. اكتر من كده وخصوصا لو انا مستخدم معجون من اللي له تاثير في التبييض ممكن ياثر على صحه الاسنان اصلا ويبوظها. 5. ما بنخلصش الاكل ونجري نغسل سناننا على طول، خصوصا لو انا شارب بيبسي او واكل برتقال، لان الاكل والمشروبات خصوصا اللي فيهم حاجات ليها تاثير حمضي بيبقى اصلا في وقتها عامل ضعف للاسنان. فانا لو رحت غسلت اسناني على طول انا كده هشيل اول طبقه بالفرشه. بارت 2 عشان نشوف بنغسل سناننا ازاي.